السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في قناتي حرفة ونجاح. اليوم جبت لكم مشروع يصلح لكل وحدة حابة تبدا تخدم من دارها حتى لو ما عندهاش خبرة كبيرة. مشروع مربح مطلوب طول العام وما يحتاجش مصاريف بزاف. هو مشروع تحضير وبيع الحلويات المنزلية. خلوني نحكي لكم عليه خطوة بخطوة وبكل صراحة. علاش اخترت مشروع الحلويات؟ لأنه أي بنت تقدر تتعلمه، المواد متوفرة وسهلة، الخدمة تكون من الدار، الطلب عليه دايما. تقدري تبداي بالقليل وتكبري شوية بشوية. سواء حلويات تقليدية ولا عصرية، الناس دايما تحب الحلو. واش تقدري تحضري في البداية؟ ما تبدايش بزاف باش ما تقلقيش. ابداي بحوايج ساهلين ومطلوبين. الحلويات التقليديه كما المقروض، غريبيه، صابلي، كويرات بالشوكولا. الحلويات العصريه كما كيكه بسيطه، كاب كيك، لي تارت الصغار. اختاري 4 ولا 5 انواع فقط وخدميهم باتقان. ثالث حاجه، الادوات اللي تحتاجيها. ما تحتاجيش تجهيزات كبار. الكوشه تاع داركم، خلاط يدوي ولا كهربائي، قوالب، ميزان صغير، اكياس للتزيين، علب تغليف، كلش يكون موجود في الدار تقريبا. المواد الاوليه واش نحتاجو؟ الفرينه، السكر، زبده ولا الزيت، البيض، شوكولا، فانيليا والخميره. ديري حسابك تشري بالجمله شويه باش تنقصي المصاريف. واهم حاجه ننصحكم بها البنات، النظافه. اغسلي يديك مليح، نظفي الادوات، البسي طابليه، خلي الخدمه مرتبه. الكاطو ماشي غير في الطعم، في الشكل تاني. نرجعوا دركا للتسعيره كيفاش تكون، يعني بشحال تبيعي. هنا لازم تكوني ذكيه. احسبي التكلفه تاع المواد، زيدي تعبك، شوفي السوق، ديري سعر معقول. ما ترخصيش بزاف باش ما تخسريش، وما تغليش بزاف باش الناس تجيك. كيفاش تسوقي الخدمه تاعك؟ التسويق هو سر النجاح. صوري الحلويات بالضوء الطبيعي، ديري فيديوهات قصيره، حطيهم في فيسبوك، الانستغرام، تيك توك. ديري صفحه باسم المشروع، قولي للناس باللي تخدمي على الطلب. الكلمه تجر كلمه والزبائن يجيبوا زبائن. نرجعوا للتعامل مع الزبونات. كوني بشوشه، صبوره، صريحة في الوقت، دقيقة في الطلب. خلي الزبونة تحس بالراحة وترجع لك مرة أخرى. كيفاش تطوري المشروع تاعك؟ بعد ما تنجحي زيدي أنواع جديدة، ديري علب هدايا، خدمي في المناسبات، ديري عروض، تعلمي تزيني تزيين محترف. شوية بشوية مشروعك يكبر. أرباح المشروع، نقولوا مثال، تكلفة الطلبية تكون 150 ألف، البيع 300 ألف، الربح 150 ألف. تخيلي 3 طلبيات في اليوم، الربح يكون مليح بزاف. وفي الأخير البنات، حابة نقول لكم كلمة من القلب، ما تستصغروش أي مشروع وما تقوليش صغير. كل مشروع كبير بدا من الدار ومن مطبخ ومن فكرة بسيطة. إذا عندك يدين تخدمي بيهم وعقل يفكر وقلبك عامر بالنية، راهي عندك كل شيء باش تنجحي. ما تستنيش الظروف تكون مثالية، ابداي بالموجود وربي يكمل. قولي مع روحك أنا نقدر، أنا رايحة ننجح ولو شوية بشوية. وباسم قناة حرفة ونجاح نقول لكم الحرفة رزق والعمل شرف، والمرأة اللي تخدم ما تضيعش. نشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش تشجعوني بلايك واشتراك.